بصي الجمال. برطمان سمنة بلدي جاموسي، من اللي هو اللبن الجاموسي البيضة، مش البقري. بصي نفس الشكل نفس الريحة. بصي الترميلة، السر اللي احنا عملناه النهاردة عديلها ريحة السمنة البلدي خالص. بصي الترميلة. عايزة تعرفي عملنا الجمال ده ازاي؟ كملي الفيديو للاخر وانت هتعرفي عملنا برطمان السمنة القمر ده ازاي. يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى اخوات واحلى اصحاب واحلى متابعين في الدنيا اللي منوريني ومشرفيني جوه القناه، من جوه مصر ومن بره مصر، والناس اللي لسه ما شرفتناش برضو كل سنه وانتم طيبين، ويا ريت تشرفونا وتنورونا علشان تشوفوا معانا كل جديد وحصري عملناه قبل كده ولسه هنعمله ان شاء الله. مفاجآت حلوه كتير معانا في القناه. النهارده خلاص العيد، كل سنه وانتم طيبين. هنبدا وصفات العيد، العيد الاضحى. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ومين فينا ما اجلهاش دهون دبحه بقى او مش دبحه او موصيه حد من قرايبها بتحبها بتحتاجها من السنه للسنه. انا عن نفسي بحتاجها من السنه طول السنه، والله بشتغل منها بتنفعني جدا، بس بترهقني ان هي بتاخد مكان في الفريزر، واكيد كلكم مجربين الموضوع ده. هنعملها النهارده مش هتاخد مكان خالص، وكمان هتقعد معاكي طول السنه هتستخدميها. هنحولها لسمنه، وهقول لك السر اللي هيخليها معاكي نقلبها سمنه بلدي من غير ما تكون سمنه بلدي بطعم وريحه السمنه البلدي، وازاي تفضل معاكي طول السنه من غير ما تغير طعمها. نقول بسم الله ونبدا. اول حاجه هنقطعها. طبعا بتستخدميها في ايه؟ هقولك الجزء اللي هنحتاجه او هيطلع معانا تقدري تحطيه في اي صينيه خضار. وبرده اللي احنا هنحولها سمنه برده تقدري تستخدميها في اي اكل. بصي في ناس بتبشرها، دي اول حاجه، بس انا بقطعها مكعبات صغيره، والنصيحه مني ما تبشرهاش، لان وانت بتبشريها لما هنيجي نسيحها هتتعبك وهتعذبك ان انت تقدري تفصليها عن الجزء اللي السيح او اللي احنا حولناه سمنه. فهي كده وهي مكعبات كده، مكعبات صغيره، تقدري تطلعيها لوحدها تستخدميها بقى ان انتي لو عامله حاجه من حلويات المذبح، كبده، سجق، اي حاجه من حلويات المذبح تقدري تعمليها معاها. طبعا بيبقى يديكي الجزار حتت دهنه كده معاها بتحمريها، فدي تقدري تستخدميها معاها متحمره. فهي مكعبات هتبقى اسهل. تقدري برضو القطع اللي احنا هنطلعها ديت تستخدميها في صينيه بطاطس، طاجن باميه، ملوخيه بقى بالليه، ملوخيه خضرة كده ومتقطع فيها قطع ليا. هي دي بقى زي ما تسميها، تسميها سمين، تسميها دهنه، تسميها ليا. بصي انا هقطعها كلها، ومعايا هنا حله. اهم حاجه ان الحله يكون حجمها مناسب، وهحط القطع اللي انا قطعتها ديت. لو في حاجه زي ديت كده مثلا زي العروق كده تقدري تشيليها تنضفيها. بصي احنا بنحط المكعبات بس. هقطع كل الكميه وهحطها معايا في الحله، وهنروح على البوتاجاز هقولك هنعمل ايه وهنضيف ايه تخليها تقعد معاكي طول السنه، ونخلي ريحتها وطعمها سمنه بلدي. كده احنا متابعين بعد ما قطعتها زي ما انت شايفه كده مكعبات، وقلت لك بتقطعها مكعبات ليه؟ علشان المكعبات دي لما بتصفى في الاخر هقولك هنعمل فيها ايه. بس كده هاخد اول مكون واول سر معايا اللي هيديلها ترميله وهيخليها مرمله معاكي وما تزنخش، او ريحتها ما تغيرش طول السنه تفضل معاكي، وبتحطيها على رف التلاجة عادي او في المطبخ. اول حاجه معانا ادي معلقه، هي عشان السمنه سايحه ويعتبر معلقه كبيره او معلقتين كبار سمنه. ليه مش زيت؟ علشان الزيت يا جماعه بيزنخ وبيغير طعم الحاجه وما بيستحملش ان هو يقعد سنه ولا كده، لكن السمنه هتديلها ترميله، هتديلها ترميله حلوه ولون. هي معروف ان الدهون دي بتبقى لونها ابيض، السمنه هتديلها لون ايه، مصفر كده شويه زي الزبده. كده خلصتي اللي معانا؟ لا لسه هقول لكم على السر اللي هيخلي ريحتها زي السمنه البلدي، ولسه هقول لكم على الحاجه اللي هتخليها برده محتفظه بطعمها وما تغيرش ولا ريحه ولا تعفن ولا يحصل لها حاجه. بس اول حاجه زي ما انت شايفه كده انا مولعه النار، العين الكبيره بس مهدياها.
مش معلياها، لا مهدياها. هتسيبيها بقى كده ونغطي عليها لمدة مثلا ربع ساعة، وهاجي اقولك هنعمل ايه. بصي بقى يا مريا، بمجرد ما سبت الغطا عليها يا دوب 5 دقايق، رفعته على طول. مجرد بصي هي لسه زي ما هي اهي، يا دوب بس تحس ان هي كشت شويه، يعني حجمها بس قل شويه. شلت الغطا وما تغطيهاش. ليه ما غطيهاش؟ علشان ما تكتميش ريحتها فيها. سيبيها كده تتهوى كده وترحرح وتاخد راحتها. انت كده هتكتميها. دي سر من اول اسرارنا، ان انت ما تكتميش ريحه الزفاره عشان ما تبقاش ريحتها زفره او زينه. تشيلي الغطا من عليها اول ما تحسي ان هي كشت بس كده، بدات تنزل في الحله، حجمها قل بس شويه. بصي بدات تنزل بس، بدأت تنزل بس كده شوية سمنة، او السمنة فيها ساحت بس شوية. انا رفعت الغطا خالص من عليها ومش هغطيها. اللي هيساعد في ان هي برضو تستحمل وقت طويل، وفي نفس الوقت هينزل الوقت كل الدهون اللي فيها، دي معلقة ممسوحة ملح. تقدري تقللي او تزودي زي ما انت عايزة. بس يا جماعة، الناس اللي بتخاف من الدهون دي انا بجد بحبها قوي، من السنة للسنة تبقى عندي في التلاجة، لان بتبقى حلوة في اي اكل. وكمان سمعت، بس مش معرفش حقيقي ولا لا، ان الدهون ديت بتبقى صحية اكتر. في ناس بتخاف منها، بس سمعت وقريت كتير عنها ان هي بتبقى صحية اكتر من اللي هي الزيوت والنباتات اللي بتبقى مهدرجة او معمولة صناعيا. ف هي كده كده برضو ما بنستعملهاش كتير الا بتعملي حبة بطاطس. الجزء اللي انا هقولك اللي احنا بنطلعه منها دوت، هقولك برضو بنستخدمه في ايه، اللي هو بيبقى زي السمنة ده، وبتستعمليه في ايه. بس هي كده لسه في مكون هحطه هيغير ريحتها خالص، وهيقلبها سمنة بلدي، وهيشيل اي ريحة زهامة او زفرة منها. بصي حجمها خلاص اهو بدأ يقل، وبدأ الزيت يظهر اهو، او السمنة بدأت بتاعتها تسيح اهو قدامك. بصي هبدأ بقى المكون ده، بس لسه في حاجة تانية كمان. دي كبيبة صيني حصى، علشان ما تغيرش لون الدهنة معايا او السمين معايا، على حسب بقى ما تسميه. كبيبة صيني حصى بتشيل اي زهامة او اي زفارة. انا بحبها في اي اكل بصراحة، لحوم بعملها بحطها، وما باجي اصفيها بشتلها تاني. لسه بقى المكون السري هخليهولك للاخر، لان هو فعلا ما ينفعش احطه في الاخر الا بعد ما تدوب خالص، واطلع الاجزاء اللي هي بتبقى ليا، او اللي هي القطع دي، اصفيها واطلعها منها. ولسه في مكون هحطه اللي هيقلب الدنيا خالص وهيخليها سمنه بلدي. هي كده بقى بسيبها تسيح براحتها، بوطي عليها النار خالص لغايه لما تسيح، وهرجع اوريك انا بطفي عليها امتى. ما بسيبهاش تغير لونها خالص. هرجع اوريكي بس الدرجه اللي احنا هنطفي عليها، والمكون السري اللي لسه هنحطه. كده احنا متابعين دايما بالعيد، يا رب متهنيين، سعيد عليكم كده. خلاص روايح العيد وطقوس العيد هلت اهي كده خلاص. بصي بسم الله ما شاء الله. هوريكي اللون، بس عايزه اوريكي. بصي هي طلعت ما شاء الله كميه قد ايه. كل ده بقى صفة قد ايه، يا دوب تحطيها في برطمان، مش محتاجة مكان في الفريزر. وسعنا مكان في الفريزر. تاني حاجة ضمننا ان هي تتخزن طول السنة، ريحتها ما تغيرش، وتقدري تستخدميها بكل سهولة. بصي انا ما بحبش ان الدهنة دي او اللي هي دي، في ناس بتسيبها تحمر شوية عن كده، بس انا بطلعها بيضة زي ما انت شايفة كده، علشان لو عوزتها في صينية بطاطس في حاجة اعرف استخدمها. تاني حاجة ما تغيرليش لون السمنة، او ما تطلعش بقايا كده في السمنة، او المتسيح ده بتاعنا احنا خلاص كده هنسميه سمنة. اللي هي اللي انا بطلعها ديت انا بقسمها في اكياس على قد الطبخة. بصي بقى بعشقها في الملوخية الخضرة، تقطعيها كده وتغمسيها بالعيش، ودن القطة، ودن البطة، ودن اي حاجة. بصي جربيها الاكلة دي والله هتدعيلي. بس بتخن بقى ولا ما بتخنش ملناش فيه، احنا في عيد اكيد. حتى الناس اللي عامله رجيم، الدكتور هيبقى عاطلهم ريست او اجازه بقى في العيد ده، ولو ما ادالكوش خدوها انتوا.
بصي كده خلاص. ده زي ما قلت لك بقسمه في اكياس، بعمله مع اي خضار، صينيه بطاطس، ملوخيه، باميه، طاجن الباميه تحفه. بصي اي خضار بتعمليه بيديله طعم تاني وبيبقى حلو قوي معاه. هي كده بقى الباقي اللي مسيح ده بعبيه في برطمان، بس لازم لما يهدى، بس ما تسيبوش لما يبرد علشان هيجمد وهيكتل في الحله، مش هتعرفي تطلعيه. بتجيبي مصفى سلك بقى، لان في بقايه برضو صغيره كده، والبرطمان بصي البقايه الصغيره دي كلها بتطلع بالمصفى بقى السلك، وبتحطيه في برطمان، بتحطيه بقى في المطبخ على حسب درجه الحراره. لو في الحر في الشتاء في المطبخ عادي، لو احنا في الصيف بتحطيه في رف التلاجة. ده ايه بقى اللي احنا قاعدين مخبيينه وقاعدين مستنيينه من اول الفيديو بقى؟ افكار وابتكار قوليلنا. ده بيجي من عند العطار ب5 جنيه، اسمه ريحة السمنة البلدي. بصي بقى وانت بتشمي كده ريحة اللية او ريحة الدهنة، وحطي بقى الازازة دي وشمي ريحة تانية خالص. ريحة ايه؟ ريحة سمنة بلدي خالص. بصوا، نفس عميق، ريحة فظيعة، ريحة سمنة سمنة. جربي بقى الطريقة ديت وهتدعيلي. تحطيها في يا اكل محدش هيصدق ان هي سمنة دهنة او دهون متسيحة، دي سمنة بلدي خلاص. هتسيبيه بقى زي ما قلتلك لما يهدى، وتصفيه بمصفى سلك وتعبيه في البرطمان. وكل سنة وانتم طيبين، والعيد زي ما قلتلكم متهنيين، ودعوة حلوة من قلبكم على الوصفة الحلوة ديت. والسر اللي هتلاقيه حصر عندنا مش هتلاقيه عند اي حد، الاسرار بتاعتها النهاردة وطريقة تسييحها. ولو عجبتك الوصفة بتاعتنا النهاردة والمكونات السرية بتاعتنا النهاردة، لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.